السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء وأصدقائي في كل مكان، أحباء ملعب الهداف، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ملعب الهداف مع أخوكم في الله محمد الصيفي الأهلاوي. أهلاوي جدا، ولكن زي ما اتفقنا محايد وبتكلم في الحق. تعالوا نتكلم النهارده عن تصريحات أستاذ مرتضى منصور، يعني اللي صار لها الجدل من جميع الناس. هنتكلم فيها وهنرد على تصريح. معايا 4 أو 5 تصريحات لأستاذ مرتضى منصور. زائد إنجاز للنادي الأهلي جديد من نوعه، استاد الأهلي الجديد، والعروض التي تنهال على النادي الأهلي من جميع البلدان العربية خاصة الإمارات، وشركة إعمار التي ستقوم إن شاء الله بإذن الله ببناء الملعب وحط اسم ليها أو اسم الشركة عليه، بس هو هيبقى استاد النادي الأهلي وده هيبقى بفلوس. يلا بينا نخش على طول في الموضوع، بس قبل ما تخش أول حاجة تعملها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يلا بينا. وأول تصريح معانا للأستاذ مرتضى منصور بيقول فيه إن اللاعبين أحبطوا نفسيا بعد حجز الأستاذ ممدوح عباس على أرصدة نادي الزمالك، عشان كده خسروا السوبر وخسروا كمان نقطتين أمام إنبي. عروستي يعني إيه؟ مال ده ومال ده. بص يا اخواتي، بس عشان نبقى بس بنتكلم بصراحه، يعني اولا استاذ ممدوح عباس ليه حوالي 50 مليون جنيه عند نادي الزمالك، ومن قريب كانوا بيقولوا ان في حوالي ربع مليار جنيه في خزينه نادي الزمالك على لسان استاذ مرتضى منصور. واستاذ امير كان بيقول ان احنا بنتوعد كل الناس اللي جبناها انها تاخد حقوقها في اكمل وجه، واللي علينا هندفعه واللي لينا هناخده زي فلوس كهرباء. يبقى ازاي دلوقتي بيقول ان أرصدة نادي الزمالك هو رصيد واحد بس اللي هو بتاع ممدوح عباس، وهو الراجل قفل عليه في بنك مصر. فده كان تصريح من التصريحات، وجاي لكم في حاجات تانية هنتكلم فيها برضه في الفلوس. التصريح التاني بقى هو اللي فيه جدل كبير قوي، بيقول لازم رئيس الجمهورية يتدخل لحل الأزمة بتاعت نادي الزمالك، وخصوصا الاتنين اللي محدش قادر عليهم في مصر، ممدوح عباس والكابتن الخطيب. نرد. كابتن ممدوح عباس وكابتن الخطيب اكتر، او استاذ ممدوح عباس والكابتن الخطيب اكتر اتنين اتشتموا تقريبا من سيادتك. يعني اكتر اتنين استحملوا اهانات في الوسط الرياضي كله كان كابتن الخطيب واستاذ ممدوح عباس، وخصوصا الخطيب. وكل اللي ما بينك وما بينهم قواضي وهم كسبينها. واحد كسب قضيته في ان هو يحجز على ارصده او رصيده في نادي الزمالك، رصيده فقط في نادي الزمالك، والتاني قدر ان هو ياخد حكم عليك والى الان لم ينفذ. وانت ياما شتمتهم ومحدش منهم لفظ بلفظ بذيء. فازاي دلوقتي حضرتك بتقول ان احنا لازم الدولة تتدخل ورئيس الجمهورية يتدخل معلش يعني. فده برضو علامة استفهام. التصريح التالت بقى ده اللي جميل جدا. انا ممنوع من السفر وكابتن الخطيب عمال يلف الامارات وفرنسا وانديه اوروبا والدنيا ديت. طب وانا ببني في نادي الزمالك كل يوم وبتشتم وبيتهد كل اللي انا ببنيه. طب انا هسالك سؤال، هو مين شتمك؟ انت محدش يقدر يشتمك اصلا، ده واحد، يعني محدش يقدر يشتمك. اولا الناس مؤدبه ومحترمه، محدش بيشتم حد اكبر منه سنا ولا يقدر يعيب في حضرتك، لان انت راجل قانون فتعرف تاخد حقك كويس قوي. فمين بيشتمك؟ انا ما شفتش حد شتمك، الى الان ما شفتش حد شتمك. ولو ممنوع من السفر، ممنوع عشان خاطر الاحكام او الحاجات القواضي والكلام ده، وده طبيعي، ده امر طبيعي لاي مواطن عادي في مصر. فانا مش شايف اي جدال في اللي حضرتك بتقوله. اللي بقى التصريح الرابع، وده اللي فيه جدال كبير بقى، ده بقى اللي هيتوقف فيه بقى النشاطات ونادي الزمالك ممكن لو فعلا ده حصل ينزل للدرجه الثانيه بسببه. بيقول في التصريح الرابع، بيقول ان انا هتصرف او اتصرفت في فلوس وهدفع للموظفين والعمال عشان ما ينزلوش الشارع ويعملوا مظاهرات يعني وحاجات من دي، يعني ده اللي انا فهمته من الجمله، يعني عشان ما ينزلوش الشارع. والقرار الثاني ان انا هوقف النشاط في الدوله الى امتى؟ محدش يسالني، يعني محدش يساله هيوقف النشاط لحد امتى، وده غلط.
لو انت وقفت نشاط نادي الزمالك، نادي الزمالك ممكن يتعرض لعقوبات كبيره ماليه، ومنها ان هو ممكن ينزل الدرجه الثانيه. فيا جماعه حد يفهم الناس دي ان نادي الزمالك مش ملك لواحد او فرد، ده ملك لناس كتير جدا، ملايين بتشجعه. انا والله العظيم اهلاوي، بس انا بتكلم من يعني اكني زملكاوي، انا بتكلم من النطاق ده. انا دلوقتي لو النادي الاهلي الخطيب اصبح قال لك انا هوقف النشاط، يا ليله سودا. يعني انت عارف يعني ايه توقف النشاط؟ عارف يعني ايه توقف النشاط؟ وعايز الدوله تتدخل في اللي هو فيه، وان هي تحل له الازمات. طب ما هو الدوله كانت متدخله بقالها سنتين وبتحل لك الازمات، بنك مصر كان بيسلفك، وده كان بيديلك، وده كان بيدعمك. ايه اللي جرى؟ ايه اللي حصل؟ هو لما بنكسب بطوله وبعدها بنخسر ماتش من النادي الاهلي بيحصل كل الازمات دي، وبيرجع يقول لك اصل دي مؤامره. هو ده بقى القصه اللي انا بتكلم فيها، وعايز يعني بنهلكم القصه بيها. القصه هتنتهي في الاخر ان النادي الدوله او النادي الاهلي، مسمينه نادي الدوله طبعا، النادي الاهلي بيعمل مؤامرات على نادي الزمالك، عشان نادي الزمالك خد بطولتين على التوالي، فالنادي الاهلي عشان يقدر ياخد بطولات تاني فيعمل ده قصاد الزمالك، يعرقله في الفلوس، يعرقله في قواضي، يعرقله في حاجات تانية عشان يعرف يكسبه، وده ما بيحصلش. هجيب لكم دلائل. شيكابالا لما رجع من بره ومضى للنادي الاهلي، واول ما ممدوح عباس قال له احنا محتاجينك وعايزينك والجمهور والدنيا مش هتقدر تستحمل ان شيكابالا يلعب بتيشيرت النادي الاهلي، بعد ما كان ماضي النادي الاهلي، كابتن عادل القيعي قال له اتفضل مهندس عادل القيعي، حاجتك اهي يا ابني، احنا مش بتوع قواضي ولا بتاع الكلام دوت، خلاص روح نادي الزمالك. ولا رفع قواضي، ولا انا عايز حقي، ولا هو ماضيلي، ولا انا ماليش دعوه. ادي واحد. عبد الشافي لما جه ولقى سيد معوض موجود ومكتسح ومش هيبقى ليه مكان، وكان معاهم تقريبا على ما اعتقد محمد عبد الوهاب الله يرحمه، يعني 2 منتخب مصر وهو الثالث، فقال لك لا انا كده مش هيبقى لي مكان، فبعد اذنك يا كابتن عدلي او يا استاذ عدلي انا يعني هرجع نادي الزمالك. قال له اتفضل حاجتك اهي يا ابني، احنا مش بتوع مشاكل. التالت بتاعهم، وده كان لسه التصريح هو منه ذات نفسه امبارح كان بيتكلم في السوشيال ميديا، ريكو لاعب الزمالك السابق، قال لك انا كنت مضيت للنادي الاهلي بس اتفقت مع الاستاذ عادل القيعي لو نادي الزمالك احتاجني هروح نادي الزمالك، وده ما يزعلش حضرتك، وارجوك ما تعملش اي ازمات معايا ومع نادي الزمالك في العقود اللي انا مضيتها. قال له اتفضل حاجتك اهي، واحنا يا ابني مش بتوع مشاكل. ادي نادي الاهلي وادي نادي الزمالك، وليك الاختيار. الاهلي يحقق حلم جماهيره، الاهلي يحقق حلم جماهيره باستاد الاهلي الجديد، اللي هتبقى شركه اعمار هي المقامه على كل حاجه في انشائه، وهيتحط الاسم بتاعها واسم الشركه بتاعتها، وده بفلوس للنادي الاهلي، هيبر على النادي الاهلي او هيدر عليهم فلوس كتير، يعني من الاخر هيشتري اسم او حقوق الاسم بتاع نادي الاهلي، مش هيبقى اسمه استاد الاهلي لفتره وجيزه من الزمن، الى ان النادي الاهلي يسترد تاني الاسم عليه، او شركه تانيه راعيه تيجي تدفع عشان تعدي زي ما بيقولوا. النادي الاهلي بتنهال عليه المليارات بسبب طبعا شعبيته رقم 1، 2 مؤسسه كبيره، مفيش مشاكل، استقرار فني اداري لعيبه، فكل ده بيخلي الشركات تبقى عايزه تروح للاستقرار. الاعلانات والحاجات اللي بتيجي على تيشيرت النادي الاهلي دي بتروح للاستقرار، للي فعلا يستحق ان هو يظهر ويظهرهم بمظهر كويس في البطولات الجماعيه والدوليه. فطبعا ده كان فيديو النهارده، اتمنى ينول رضاكم وينول اعجابكم، القاكم على خير. اللي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس. معاك محمد الصيفي ملعب الهداف، اخوكم في الله الاهلاوي المحايد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.